أغرب 5 قصص حب لفنانين الزمن الجميل في الأفلام والمسلسلات. ساعات لما بنشوف مشهد رومانسي بين البطل والبطلة بيوصل لنا إحساس إنهم فعلا بيحبوا بعض، وساعات مش بيوصل نفس الإحساس. في فيديو النهاردة هنكشف لكم بعض القصص الغرامية اللي في الأفلام اللي تحولت لحب وجواز بين الفنانين، والبعض الآخر بالانفصال. فاتن حمامة وعمر الشريف. اتعرف الفنان عمر الشريف على الفنانة فاتن حمامة أثناء تمثيلهم لفيلم صراع في الوادي، ويومها قام المخرج يوسف شاهين باختيار صديقه عمر الشريف علشان يكون البطل في الفيلم أمام الفنانة فاتن حمامة. وكانت فاتن في الفترة دي تم انفصالها عن زوجها عز الدين ذو الفقار. وبعد ما انتهى تصوير الفيلم قام عمر الشريف بإشهار إسلامه وتزوج فاتن حمامة، ولكنهم ما قعدوش مع بعض كتير، انفصلوا بعدها بفترة، وده بسبب غيرة فاتن حمامة الزايدة على الفنان عمر الشريف. القصة التانية للفنان فؤاد المهندس وشكار، واللي اتشهروا بتمثيل الأدوار الكوميدية، واتشهروا كمان بأنهم أفضل ثنائي كوميدي. وحكت شكار قصة زواجها من فؤاد المهندس وقالت: كنا في أحد العروض وجالي فؤاد المهندس وقال لي: تتجوزيني يا بسكوتة؟ ووافقت شكار على الزواج، واستمر زواجهم فترة طويلة جدا، ولكن تم الانفصال بسبب غيرة فؤاد المهندس على شكار، وكان آخر أعمالهم روحية اتخطفت. القصة التالتة هي قصة الفنانة ميرفت أمين وحسين فهمي. اتجوزت الفنانة ميرفت أمين أكتر من مرة قبل ما تتجوز حسين فهمي. زوجها الأول كان المطرب السوري موفق بهجت، وبعدها اتطلقت منه واتجوزت عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد. والزواج الثالث كان رجل الأعمال مصطفى السيد صاوي، وكل الجوازات دي انتهت بالفشل. وبعد كده اتجوزت حسين فهمي، واستمر زواجهم فترة طويلة وخلفت منه بنت، وبعد فترة انفصلوا. الفنان رشدي أباظة وسامية جمال وخبر زواجهم. بالرغم من إن الفنانة سامية جمال كان معروف عنها في الوسط الفني إنها بتحب فريد الأطرش، إلا إنها اتجوزت رشدي أباظة، وظل الفنان فريد الأطرش بدون زواج حتى توفى. القصة الأخيرة معنا هي قصة الفنان أنور وجدي وليلى مراد. بعد ما انتهى أنور وجدي من تصوير فيلم ليلى بنت الفقراء عام 1945 اتجوز ليلى مراد، واستمر زواجهم 7 سنين، وبعدها انفصلوا.